فيها. لو مش هيقدر يشيلك الشعب المصري كله مستعد انه يشيلك ويربيكي ويربي طب منفصل من 5 سنين وعايزه افضي الشحن، اصبر كمان 5 سنين البنات هيبقوا على قفا من يشيل والجواز هيبقى سهل جدا. انا محتاج ابقى هو عاوز يفضي الشحن. كلنا كده في الشعب المصري فهمنا هو يقصد ايه. انت ليه تردي يا ليه تردي على سؤال زي كده؟ خلال ال5 سنين دي عندك الاستحلام جميل قوي بيفضي الشحن لوحده. طب ما انا قلت يمكن انت مش فاهمه فطلعت فاهمه. طلعت فاهمه وقادره. عشان اللي جاي بتاعك. لا مش بتاعي، وده كلامي لكل الشباب. جوزك واخوكي من ضمن الشباب اللي انت بتكلميهم ولا هم مركبين قرايب؟ مش محتاجه حاجه يعني. لو صدرك كبير جربي الدبل كلينزنج لصدرك، او لو صدرك صغير برضه. طب ما تجربي انت حاجه كده، جربي حاجه كده، كبري وكبري وخليكي لجوزك ولاهلك. اعملي اي حاجه انت، اي حاجه بس بعيد عن السوشيال ميديا بالله عليك. يعني اتمنى ان ما اطلعش تاني خلاص. ما عشان احنا كده مش لاقيين حد يربي. يا وليه ايه؟ انتظرونا الجيل القادم كله بالمنظر ده. صعب حد يقوم يجيك عليا لما عنه خبطوا. اللي بفهمه في فيديوهات ان الناس بتقدم مواهبها. انت موهبتك ايه في الفشخه اللي انت عملتها دي؟ دي يا جماعه الحاجات اللي بتخوفوا بقى اولادكم قبل النوم، يعني اللي هو انام لا تجيلك دي. مش محتاجه حاجه يعني. اديكي حته في الاغراء اصلا يلا. خلي بالك الناس فاهمه الاغراء غلط. الناس فاهمه الاغراء بحاجات معينه ممكن تبان، لكن انا ممكن اغريكي وانا قاعده. ايه ما مالك اتصدمتي ليه؟ ليه اتصدمتي ليه؟ ما انت اللي صدمانه ما انت اللي جايباها في الحلقه. انت اتصدمت احنا نعمل نشيط تراب. يا مهون هون هون. ده مش اغراء يا مجاسر، ده تشنجات ما قبل الشلل. يا مهون هون هون. فاهماني؟ وحتى لو مش فاهماكي 10 من 10 يا مجاسر منه الله يسلم فوزي. تعال والله ان عندك ملل وعندك تعال مع نفك كل حاجه هتفك. هاي، انت من الفيوم؟ انا طول عمري نفسي في كتكوت. فاهمك عامة. هات كتكوت. مش معايا كتكوت. انت من الفيوم ومش معاك كتكوت، انت اكيد مش بتقول الحقيقة. لا، بقول الحقيقة. مش معنى ان انا من الفيوم ان انا لازم يبقى معايا كتكوت في جيبي. في جيبك ها؟ طب وريني جيبك كده. انا اكيد مش هوريكي جيبي. لا هتوريني. سيبي جيبي، سيبي جيبي، تحرش. كتكوت. انا كنت عارفة، انا كنت حاسة، انا كنت متأكدة ان معاك كتكوت في جيبك. فعلا طلع معايا كتكوت. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قال لكم ان النت بيجيب فلوس وقولوا اي كلام عليه. صباح الخير يا اصحابي، مستعجله جدا جدا. عايزه اقول لكم لما بلبس بسرعه قوي الاوتفيتات بتطلع حلوه. ليه تعمل فيديو؟ طب انت عملت الفيديو ونزلتيه على السوشيال ميديا، احنا مات ابونا احنا ليه؟ يعني انا بشوف لك فيديوهات كتير بنفس المنظر، ليه ما انت شغاله الله اكبر شاركي شغلك. اما اللي هو اي زرط وخلاص ليه بقى احنا مش ناقصين يعني؟ وبقى في ايه؟ بقى في ايه صحيح؟ يعني ليه؟ يا جماعه ممكن طلب؟ محدش يدخل لي على الخاص ويقول لي نتعرف. اللي هيقول لي نتعرف هعمل له ينفع كده؟ دايما جايبين لنا الكلام. ليه بتبعتوا مين دي؟ ميوزك. كنت اعرف او اسمع ان هي حاجه خفيفه كده اللي هو فرشه كده ايه ده؟ ده وش معجون رسمي، يعني ده رسمي، ده بعده زيت هتبقى منظره 100 100. ايه الشغل ده؟ يا كان انت ما تطمنش لاي حاجه كده. انت لازم تاخد سكينه معاك وانت رايح تخطب او تتجوز يا باشا. هات وش بنتك كده تضرب السكينه، طلعت بمعجون فكده خلاص، ما طلعتش بمعجون فالبنت دي على سليم وعلى الطلاق.